قرر رجل أن يذبح عجلاً سميناً ويقوم بشويه بمنزله. بعدما انتهى من الذبح وتجهيز كل الأغراض اللازمة، قال لأخيه: اخرج الآن وقم بدعوة جميع الأحباب والجيران ليأكلوا معنا. وبالفعل سمع أخوه كلامه وخرج في الحال، وما إن ابتعد قليلاً عن المنزل حتى صرخ في الناس قائلاً: يا أيها الناس، هبوا لمساعدتنا، فلدينا حريق بمنزلنا. وبعد لحظات خرج مجموعة من الناس وأسرعوا للمنزل إليهم لنجدتهم، لكن الغريب أن بعضاً من جيرانهم وأصدقائهم وأقربائهم لم يهتموا بصراخه، وكأنهم لم يسمعوا شيئاً من الأساس. دخلت المجموعة التي أتت لنجدتهم ففوجئوا بحفل الشواء، فأكلوا وشربوا حتى امتلأت بطونهم وكانوا سعداء للغاية. التفت الأخ وسأل أخيه متعجباً من أمره: يا أخي، إن الأشخاص الذين أتوا بيننا هنا لا أعلم منهم أحداً، إنني لا أعرفهم ولم يسبق لي أن رأيتهم من قبل، ماذا فعلت؟ وأين أحبابنا وجيراننا وأصدقائنا المقربين منا؟ لماذا لم تدعهم كما طلبت منك؟ يا أخي، إن الذين خرجوا من ديارهم جاءوا لنجدتنا وإطفاء النار المشتعلة بمنزلنا ولم يأتوا للوليمة من الأساس، فهؤلاء حقاً من يستحقون كرم ضيافتك وليس مجموعة من الأناس لا يعرفونك إلا للمصلحة.